اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. يلا بقى وداعا لغلاء الاسعار. عملنا الجبنه في البيت، كل حاجه ان شاء الله نعملها في البيت، جميله وموفره وجميله جدا، واحلى حاجه مفيش فيها ايه مواد حافظه ولا اي حاجه. يلا بينا نشوف الطريقه. معانا النهارده يا حبايبي 5 كيلو من اللبن، دول 3 مجمدين كانوا في الفريزر، ودول 2 طازه. هفضي دول في حله لوحديهم ودول في حله لوحديهم. اللهم صل على سيدنا محمد. ده لبن كامل الدسم يا حبايبي، تجيبيه بقى من فلاحة، من البلد، من أي حد موثوق فيه وتجيبيه. دول 2 كيلو لبن يا حبايبي اهي، هفضيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. كيلو تاني يا حبايبي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. نزلي كل ايه القشطة اللي في الكيس كده، ما تهدريش منه حاجة. ولعت على اللبن يا حبايبي اهو، يدفى بس كده زي ايه رضعة البيبي كده، ولا زي تمرة العين كده. أهم حاجة ايه يدفى دفى بسيط خالص، عشان ايه نشتغل فيه بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. دي ازازة يا حبايبي منفعة، جايباها من الفلاحة برضو، عندنا من البلد يعني. اللبن بتاعنا كده بقى ايه زي دمعة العين كده. هنحط على ال3 كيلو معلقة ونص، معلقة ونص ل3 معالق صغيرين. وهنقلب يا حبايبي اللبن بتاعنا كويس اوي. اللهم صل على سيدنا محمد. دول 2 كيلو هنحط عليهم معلقة كبيرة، وهنقلبها كويس برضو. اللبن بتاعنا مسك يا حبايبي اهو، بقى جبنة هنقطعه اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. انا جبت صينية يا حبايبي اهي كبيرة، وفيها صينية تانية علشان ايه ينزل فيها الشرش. جبت لكم حصيرة من البلد اهو، بنت خالي ربنا يبارك لها يعني جابتها لي لما وصيتها عليها. ربنا يخلي الحبايب كده يا رب. قلت اعمل معاكم بقى الجبنة ايه، دي جبنة بخيرها يعني، ما شلتش منها القشطة ولا حاجة. ادي الجبنة بتاعتنا يا حبايبي اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الجبنة بتاعتنا اهي يا حبايبي، هرشش عليها حبة ملح كده والم فيها كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بينزل الشرش اهو، احط عليها حاجة تقيلة كده شوية واركنها تصفي ايه براحتها. هعلقها على حاجة كده يا حبايبي تصفي براحتها، عشان ايه الجبنة تتجمد كده وتتجمع مع بعض. ودي الحلة التانية يا حبايبي اللي فيها ال2 كيلو. عبال ما الجبنة دي تتصفى اللي حطيتها في الحصيرة، هنقطع دي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. رش عليها حبة ملح برضو. اللهم صل على سيدنا محمد.
هنحط عليها حاجة تقيلة عشان تنزل ايه الشرش بتاعها. اللهم صل على سيدنا محمد. هنفك الجبنة يا حبايبي اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. انا حطيت عليها حاجة تقيلة، بصوا الشرش اللي نزل منها بتاعتنا يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. دول ال2 كيلو اللي كانوا ايه في المصفى. اللهم صل على سيدنا محمد. ده الشرش اللي طلع من الجبنة يا حبايبي. هنحط عليه الملح عشان ده ايه اللي بيحفظ الجبنة. اللهم صل على سيدنا محمد. الجبنة بتاعتنا جميلة اهي. دي اسمها جبنة بخيرها، يعني احنا ما شلناش منها الدسم، القشطة بتاعتها اهو يا حبايبي. بصوا جميلة ومتماسكة، جميلة جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط عليها الشرش بتاعنا يا حبايبي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. نغطيها ونحطها في التلاجة. ودي الجبنة اهي اللي في الحصيرة يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. جميلة جميلة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اهم حاجة يا حبايبي اللبن يدفى زي دمعة العين، ونحط عليه المنفعة ونقلبه كويس ونركنه لما يجمد. هو قعد معايا 2.5 ساعة لما جمد، وبعدين فضيته ايه عشان اصفيه كده. اللهم صل على سيدنا محمد. هنجيب العلبة بتاعتنا اهي يا حبايبي. بصوا جميلة جدا، جميلة ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا كأني جايباها من البلد بالظبط بالظبط ما شاء الله. يا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد. جميلة وطازة اهي. نرص الجبنة بتاعتنا برضو، ونحط الملح على الشرش ونحطها فيها بقى ونحفظها في التلاجة. كده بنعمل سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. اهو يا حبايبي الملح برضو احطه على الشرش. حطي معلقة ملح كبيرة كده على حسب انتي بتحبيها دلعة، هتخليها يعني الملح بتاعها كويس وسط. تحبيها حادقة شوية كده ملحها عالي تزودي الملح. حطيت معلقتين ملح اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت الملح بتاعنا اهو كده، الحقيقة بتاعها مظبوط. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنحط الشرش بتاعنا، اهم حاجة يكون مغطي الجبنة عشان ما تبص، وحطيها في التلاجة بقى. وكل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم يا حبايبي في الجبنة اللي عملناها لسحور رمضان؟ جميلة ما شاء الله. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.